Free audio post-production by alphonic.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدتكم المحاضرة اللي فاتت إني هاسوي فيديو هاتكلم فيه عن الcore courses عشان نعرف بس الحاجات الأساسية اللي بتركز عليها الشهادة يعني. فزي ما قلنا هم عددهم 14. نتناولهم الآن بشيء من التفصيل شوي يعني. أول حاجة عندنا الfinancial analysis fundamental اللي هي أساسيات التحليل المالي. هنا عندنا الfinancial ratio أو النسب المالية يعني. عندنا أول حاجة نسب السيولة. ودي باشوف مثلًا قدرة الشركة على سداد التزاماتها، كل الحاجات دي إن شاء الله هندرسها، لكن يعني هناخد كعناوين رئيسية بس مش أكتر. عندنا الprofitability ratio اللي هي نسب الربحية، عشان أشوف مثلًا الشركة يعني كفاءتها في تحقيق أرباح أو كده. عندنا ثم اللي هي الleverage أو الsolvency ratio، عايز أشوف مثلًا أو دي الملاءة، عايز أشوف مثلًا اعتماد الشركة أكتر على الديون والّا على الequity. ثم عندنا الefficiency اللي هي نسب الكفاءة. يعني هاشوف مثلًا قدرة الشركة أو كفاءة الشركة في استخدام الأصول أو الموارد بتاعتها. ثم بعد كده عندنا التحليل الأفقي اللي هو الhorizontal analysis وبيسمى أيضًا بالtrend. ثم عندنا الvertical analysis اللي هو التحليل الرأسي. ثم بعد كده عندنا الbenchmarking اللي هو الbenchmark يعني. ودي باشوف اللي هو يعني باقارن أداء الشركة الtarget بأداء المنافسين بتوعها أو بالمعدل الصناعي يعني. ثم بعد كده عندنا introduction to three statement modeling اللي هي مقدمة في النماذج المالية للقوائم ال3. هنعرف يعني إيه القوائم المالية ال3 يعني إيه قائمة الدخل يعني الcash flow. ثم بعد كده عندنا three statement modeling إزاي نربط ال3 قوائم ببعض بحيث إنه أي تغير يعني يظهر في ال3. رقم 4 هنتعلم إزاي نعمل auditing أو balancing، يعني إزاي إن أنا أراجع المدير بتاعي إن أتأكد إنه مثلًا ما فيهوش أي أخطاء سواء بالreference أو بالformula أو الfix error، كل الحاجات دي هنتعلمها. ثم بعد كده عندنا رقم 5 اللي هو الoperational modeling اللي هو النمذجة التشغيلية. هنا هنتعلم نبني نموذج مالي أو نموذج تشغيلي متكامل يعني. هنتعلم إزاي نعمل forecasting للإيرادات والexpense. هنعرف يعني إيه الdrivers أو يعني محركات الأداء، كل الحاجات دي إن شاء الله هنتعلمها. كذلك هنبني نموذج تشغيلي متكامل يعني مرن، بحيث إنه أي تغير يطرأ يعني يأثر على كامل النموذج. ثم بعد كده عندنا مقدمة أو introduction to business valuation اللي هو مقدمة في تقييم الأعمال. هنعرف يعني إيه معنى التقييم، يعني إيه طرق التقييم المختلفة ومتى نستخدم كل واحدة منهم يعني. وكذلك هنعرف إيه العوامل اللي بتأثر على قيمة الشركة. ثم بعد كده رقم 7 عندنا DCF valuation اللي هي التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة. هنا هنتعلم مفهوم الtime value of money اللي هو القيمة الزمنية للنقود، وإزاي إن أنا أعمل forecasting تنبؤي للتدفقات النقدية المخصومة سواء الlevered أو الunlevered. ثم إزاي إن أنا أحسب الterminal value ودي اللي هي الفترة بعد الdiscrete. هنتعلم إزاي نحسب ونطبق الWACC اللي هو المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال. ثم بعد كده رقم 8 عندنا الcomparable valuation fundamental اللي هو أساسيات التقييم بالمقارنات. هنتعلم إزاي نستخدم الشركات المتشابهة في السوق. هنستخدم الأشياء المضاعفات زي الB على الE اللي هو مضاعف الربحية أو قيمة المنشأة على الربح قبل الinterest اللي هي الفايدة يعني والضريبة والdepreciation والamortization. هنتعلم إزاي نختار selecting الcomparable للشركات اللي هنعمل مقارنة معاها. هنتعلم إزاي كذلك نطبق الmultiples دي يعني بشكل صحيح سواء بالmedian أو بالaverage أو كل الحاجات دي هنتعلمها يعني. 9 اللي هي تحليل السيناريو والحساسية. هنتعلم ليه لازم مهم إن إحنا نختبر الفرضيات المختلفة يعني على الmodel بتاعنا.
هنتعلم نبني نموذج مالي نموذج ديناميكي يعني متكامل. هنستخدم كذلك الجداول والسيناريوهات في الإكسل. نعرف تفسير التغيرات على النتايج النهائية يعني على الoutputs. ثم بعد كده عندنا النمذجة الشهرية. هنتعلم إيه الفرق ما بين النمذجة الشهرية والسنوية. هنتعلم إزاي نعمل متابعة للتدفقات النقدية اللي داخلة واللي خارجة، وكذلك إزاي تدير رأس المال العامل بتاعك. سواء يعني إنك أنت تعمل stretch للaccount payable أو تعمل مثلًا collection للaccount receivable والحاجات دي إن شاء الله هنتعلمها. ثم بعد كده عندنا الميزانية والتوقعات. هنعرف الفرق ما بين الميزانية والتوقعات. هنعرف طرق التنبؤ المختلفة سواء من أعلى لأسفل أو من أسفل لأعلى. كذلك نربط الاستراتيجية بالأرقام. أخيرًا هنبني يعني نموذج توقعات يعني متكامل أو ديناميكي يعني مرن. بعد كده عندنا رقم 12 اللي هي يعتبر أهم حاجة لمتخذي القرارات يعني. تمام، اللي هي يعني لوحة المعلومات، إن أنا إزاي أقدّم الdata بتاعتي يعني في شكل واضح وفي جذاب يعني. هاستخدم الExcel أدوات الExcel المختلفة من الخرائط والslicer وكذلك الconditional formatting. هاتعلم إزاي مثلًا إن أنا أخلّي يعني الرسومات بتاعتي الرسومات البيانية أو الجداول تعبّر عن اللي أنا عايز أقوله، بحيث إنه مثلًا متخذ القرار أو الإدارة ما تلجأش إن هي للموديل أو تشوف هي الحاجات اللي حصلت يعني. يكون مثلًا الdashboard دي حاجة أساسية يعني أو حاجة تكفي يعني عن كل شيء. بعد كده أتعلم الPowerPoint. إزاي نعمل عرض قوي يعني واحترافي. إزاي يعني أقدر أوصّل المعلومات بشكل أسرع. إزاي أستخدم التصميمات يعني بصورة بسيطة وعملية. ثم بعد كده عندنا اللي هي أخلاقيات المهنة. هنشوف مثلًا المبادئ والقيم الأخلاقية اللي لازم أو أي محلل مالي لازم يتحلى بيها يعني. من الشفافية والنزاهة يعني أثناء شغلك، إنك أنت لا تفشي أسرار عملك. لو في شُفت أي حاجة غلط إيه اللي لازم تعمله. الحاجات دي كلها إن شاء الله هنتناولها. ده كان ملخص سريع يعني عن الحاجات اللي هنمُر عليها أثناء الدراسة. ولو في أي شيء يعني إن شاء الله يعني في التعليقات أو أي شيء كده أنا معاكم. وكذلك يعني موفق لكم رقم الواتساب لو في أي استفسار يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Free audio post production by alphonic.com.